أهمية انعقاد مثل هكذا ندوات في سوريا في سبيل تقريب وجهات النظر، الحديث عن المرحلة القادمة لسوريا، خاصة أن سوريا تمر بمرحلة مصيرية ومفصلية حاليا. تفضل. أول شيء شكرا لكم وشكرا لاستضافتي نيروزا بيروزبه، نيروز مبارك. أنا سعيد أني موجود بين أهلي الكرد والآشوريين والسريان في شمال شرق سوريا. أنا الحقيقة هون اليوم لأحكي شوي عن الإعلان الدستوري بعد اللغط اللي صار حوله. أنا برأيي أنه وحكيته هلا بالندوة. أولا هذه الندوات برأيي وسيلة أساسية للتخاطب بين المكونات جميعا والمجتمعات، بمعنى شمال شرق سوريا لا يزال للأسف مهمشا من قبل النخب. لا أريد أن أتحدث عن السلطات الآن، يعني النخب قليل ما هي النخب التي تزور شمال شرق سوريا لتتحدث مع الأخوة هنا في هذه المنطقة من جميع المكونات، تحتفل بأعيادهم وتتحاور معهم. هذه الندوة تحديدا برأيي بالنسبة لي مهمة، لأن أستطيع أن أوصل من خلالها وجهة نظر حول ما هي نقاط الضعف في الإعلان الدستوري وما هي نقاط القوة في الإعلان الدستوري. بمعنى هناك حديث الآن أن الإعلان الدستوري يبدو كارثة، وحديث مقابل له أن الإعلان الدستوري يعني لا يأتيه الباطل لا من أمامه ولا من خلفه. وأنا برأيي كلا السرديتين غير دقيق. باعتقادي هناك مسائل مهمة في الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري لأول مرة في تاريخ سوريا يتحدث عن الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات في المادة 7. هذا لم يحدث في تاريخ سوريا، لم يكن في تاريخ سوريا حقوق لغوية وثقافية لمكونات. كان في تجارب صغيرة تتحدث عن طوائف وليس قوميات مثلا. ثانيا المادة 12 في الإعلان الدستوري تتحدث مثلا عن المساواة أمام القانون ولا تمييز، تتحدث عن تمييز في العرق والجنس والنسب والدين، وهذه مسألة جديدة في القوانين الدستورية. هذا ما يمكن البناء عليه. لكن هناك أيضا مسائل في الإعلان الدستوري لم يكن كثير منا ينتظرها، مثل اسم الجمهورية العربية السورية. كنا نتمنى أن يكون الجمهورية السورية وحسب، وأن تبقى سوريا لكل السوريين دون إقصاء وعلى رأسها باسمهم. لكن هذا مسألة يجب أن نناضل من أجلها خلال السنوات الخمس المقبلة عندما نتحدث عن كتابة الدستور الدائم. إذن لا وجهة نظر أن الإعلان الدستوري سيء بالمطلق صائبة، ولا أنه صائب بالمطلق صائبة. الإعلان الدستوري فيه نقاط إيجابية لحقوق المكونات يجب البناء عليها، وفيه نقاط سلبية يجب تلافيها مستقبلا.